خالتي المطلقة جت ونامت جنبي في سريري، ولقيتها بتقولي: هو انت اول مرة تشوف جسم واحدة ست؟ وقالت لي: يلا بقى شغل لنا فيلم علشان نكمل السهرة، علشان انا مش جايلي نوم دلوقتي. وانا بصراحة من اول ما شفت المنظر ده وانا هحكي لكم الحكاية النهاردة، وهستنى رأيكم في التعليقات لو عجبتكم. صاحب الحكاية النهاردة جاي يقول: انا احمد، عندي 22 سنة، عايش مع ابويا وامي، واي نعم احنا ظروفنا على قدنا، بس عمتي المطلقة جت علشان تعيش معانا. ابويا ملوش الا اخت واحدة واتطلقت من فترة، وابويا طبعا مرضاش ان هو يتخلى عنها. عمتي دي معاها ولدين بس كانوا كبار، وعلشان كده سابتهم مع ابوهم وجت هي علشان تعيش معانا. عمتي دي جريئة قوي، وكمان كلامها جريء، وهي شايفة نفسها شوية ومتدلعة. هي عندها 43 سنة، بس اللي يشوفها يديها حاجة و20، لأنها دايما كانت مهتمة بنفسها. وكمان هي جميلة أوي، بس هي كانت جسمها مليان شوية. أبويا وأمي ليهم أوضة بيناموا فيها، وكمان في أوضة لإخواتي البنات. فأبويا اقترح وقال إن عمتي تيجي تنام عندي في الأوضة. أنا أوضتي فيها سرير وكنبة، وهي ساعتها كانت مرحبة أوي بالموضوع ده وموافقة عليه. ودخلنا في اليوم ده ونمنا. أنا نمت على الكنبة وهي نامت على السرير، لأن طبعا ما ينفعش إن هي تنام على الكنبة. المهم هي نومها فظيع، بتتقلب كتير قوي، وطول ما هي بتتقلب بيبان منها حاجات، وهدومها دايما بتترفع من عليها. وانا كل ما اجي اتقلب واشوف المنظر ده معرفش انام، وبقيت اقوم من النوم علشان اذاكر واحاول انسى اللي انا شفته، لكن ما بقيتش قادرة اتحمل ولا قادرة انسى المنظر اللي انا شفته. وانتم عارفين بقى ان انا شاب وفي وقت مراهقة، بس عمتي ما بتراعيش ده خالص، ولا بتراعي سنها، ولا بتراعي ان هي لازم تكون تنام احسن من كده شوية، وان المفروض كمان ان هي كانت تحافظ على نومها شوية، وان هي المفروض كمان كانت تراعي شعوري. بس هي ما كانتش بتعمل كده، ولا كانت بتراعي شعوري، وكانت جريئة شوية زي ما انا قلتلكم. ولما كانت تصحى من النوم وتلاقيني قاعد ببص عليها، كانت تقولي: في ايه يا ولا؟ هو انت قاعد بتذاكر ولا انت قاعد بتبص عليا؟ علشان كنت طول الوقت بصحى من النوم واقعد ان انا ابص عليها. بس انا كنت بقولها: لا يا عمتي، انا بذاكر، بس انا كنت بفكر شوية علشان عندي امتحانات. كانت تقولي: طيب يلا خلاص كمل مذاكرتك. وكانت بتقوم زي ما هي بهدوم النوم علشان تروح الحمام. بس بصراحة شكلها وجسمها كان فظيع. مش عارف بصراحة جوزها ده طلقها ازاي. وفي يوم كنت قاعد في البيت بذاكر لوحدي، ما كانش حد في البيت خالص، كانوا اخواتي في الدروس برا، وابويا وامي ما كانوش موجودين هما كمان. ولقيت عمتي دخلت عليا الأوضة وانا بذاكر، دخلت عليا من غير ما تخبط. المهم عملت نفسي ان انا بذاكر، ولقيتها دخلت وبتغير هدومها قدامي. انا لما شفت المنظر كده بصراحة معرفش ايه اللي حصل لي، وقعدت ابص عليها وهي لما غيرت ولبست القميص بتاعها، ولقيتني قاعد ببص عليها، لقيتها بتقولي: في ايه يا ولا؟ انت قاعد تبصلي كده ليه؟ ولقيتها بتقولي: هو انت اول مرة تشوف جسم واحدة؟ قلتلها: بصراحة ايوه، اول مرة اشوف كده. لقيتها بتقولي: ما انا غيرت قدامك علشان انت زي ابني،
ومفيش فرق بينك وبين ولادي. سبتها وخرجت في الصالة، ولقيت ان انا جسمي بدأ يعرق ويسخن، ولقيتها جت ورايا وقعدت جنبي على الكنبة وقالت لي شغل لنا بقى فيلم علشان نكمل سهرتنا، علشان مش جايلي نوم. وانت كمان سبت مذاكرتك وجيت وقعدت في الصالة، شغل لنا فيلم يكون حلو رومانسي كده ولا حاجة. وفعلا سمعت كلامها وشغلت الفيلم، وقعدنا انا وهي في الصالة نتفرج على الفيلم. وانا سبت مذاكرتي خالص وقعدت معاها، وقعدنا انا وهي نتفرج واسليها زي ما هي قالت لي اقعد معايا وسليني، وسبت المذاكرة خالص. بس الشيطان كان عمال يلعب في دماغي ويجيب لي مناظر وتهيؤات، وافتكر المنظر اللي انا شفته عند عمتي لما هي كانت بتغير هدومها، والمنظر ده ما كانش راضي يروح من دماغي خالص، وانا كنت خايف. وبعد ما خلصنا سهرتنا دخلنا علشان ننام، وهي دخلت ونامت على السرير، وانا فضلت صاحي على الكنبة مش جايلي نوم، وعمالة ابص عليها وبحلق فيها وافتكر المنظر اللي انا شفته، وما كنتش عارف انام خالص. رحت عندها وهي نايمة وقربت عليها وقعدت ابص عليها، وبعدين طلعت جري على برا وقلت لا، لا طبعا ما ينفعش اللي انا هعمله ده. الشيطان كان مسيطر عليا، بس انا قلت لا طبعا، ابويا وامي اكيد هيطردوني من البيت لو عملت اللي انا بفكر اعمله ده، وكمان اخواتي البنات هيخافوا ان هما يتعاملوا معايا تاني، وهيقرروا ان هما ما يتعاملوش معايا تاني. علشان كده قلت لا، انا هنام في الصالة ومش هنام في الأوضة عند عمتي تاني. وبقيت كل يوم انام في الصالة، بقيت اخد الفرشة بتاعتي وانام في الصالة، والاقي عمتي جاية في نص الليل بتصحيني تقولي ايه اللي انت عامله ده، ايه اللي منيمك في الصالة، الجو برد عليك، قوم يا حبيبي نام في اوضتك وانا هسيبلك السرير وهنام انا على الكنبة. وانا في دماغي بقول هو انا كل ما اهرب منك تيجي ورايا؟ انا سبتلك الأوضة بحالها وجيت نمت في الصالة. وساعتها برضو الشيطان كان بيلعب في دماغي ومسيطر عليا، وكنت ماسك نفسي بالعافية. قلت لها لا يا عمتي خلاص، انا مرتاح هنا، خد انت راحتك في الأوضة، انا مرتاح وانا نايم هنا. وبعد ما حيلة مني صممت ان انا انام في الصالة، وهي كانت مصممة ان انا اخش انام في الأوضة. قلت لها لا، انا مرتاح كده يا عمتي، لان زي ما قلت لكم هي ما بتراعيش شعوري ومش بتحافظ في نومها. قلت لها سيبيني على راحتي علشان اخد حريتي هنا، وانتي كمان تاخدي حريتك وتنامي. وهي ما بتراعيش شعوري ولا بتراعي ان انا شاب وعندي طاقة. انا دلوقتي مش عارف اعمل ايه، عايزة اسيب البيت وامشي، بس ابويا هيزعل وهيقول مش مستحمل عمتك تنام معاك في الأوضة. انا مش عارف اعمل ايه ولا عارف اتصرف ازاي. يا ريت اللي عنده نصيحة يقول لي عليها. ودي كانت حكاية النهاردة، لو عجبتكم ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس.